أثار غياب المهاجم نسيم الشاذلي لاعب نادي الوداد الرياضي استياء كبيرا لدى العديد من الجماهير الودادية عقب مباراتهم أمام المغرب التطواني، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد. وأقدم نسيم الشاذلي على إزالة جميع صوره المتعلقة بفريق الوداد الرياضي من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، إذ تعد هذه هي المرة الثانية التي يقوم بها اللاعب بنفس التصرف، والإدارة لم تحرك ساكنا. وكان الشاذلي قد طالب بمنح فرصة أكبر للاعب كأساسي رفقة المجموعة الحمراء، غير أنه تمرد لتعليمات الطاقم التقني برفض الجلوس على دكة الاحتياط. وغاب نسيم الشاذلي عن مباراة الوداد الرياضي ومضيفه المغرب التطواني بسبب خروجه من مفكرة المدرب رولاني موكوينا بعد تراجع مستواه منذ بداية الموسم، حيث شارك في مباراة واحدة فقط كأساسي بداية الموسم أمام المغرب الفاسي. اقترب فريق الوداد الرياضي من التعاقد مع اللاعب المغربي فهد موفي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقا لما أكده مصدر مطلع. وأفاد ذات المصدر بأن إدارة الفريق الأحمر توصلت إلى اتفاق مع فهد موفي لاعب هايدوك سيبليت الكرواتي للانضمام إلى صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي. ويأتي هذا التحرك في إطار رغبة المدرب الجنوب الإفريقي رولاني موكوينا في تعزيز تركيبته البشرية بلاعبين جدد استعدادا للاستحقاقات المقبلة، مع وضع عدة أسماء ضمن لائحة المغادرين. وكان اللاعب المذكور الذي يشغل مركز ظهير أيمن قد طالب إدارة نادي هايدوك سيبليت بفسخ عقده في ظل عدم الاعتماد عليه خلال الموسم الجاري، حيث بقي حبيس دكة البدلاء في العديد من المقابلات. كشفت تقارير صحفية إسبانيا أن فريق ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني قد حدد مبلغ تسريح مهاجمي محمد البلديني، حيث أن النادي الإسباني قد حدد قرابة مبلغ 300 مليون سنتيم من أجل الفريق الذي يرغب في ضم المهاجم محمد البلديني. وترددت أنباء عن احتمال انتقال المهاجم المغربي محمد البلديني لاعب ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني إلى نادي الوداد الرياضي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وفي تصريح لموقع وين نفى البلديني تلاقيه أي عرض رسمي من الوداد، مؤكدا التزامه بعقده الحالي مع ناديه الإسباني. ذكرت تقارير مغربية أن جمال حركاس مدافع الوداد الرياضي تلقى عرضا للانتقال إلى الدوري السعودي خلال الميركاتو الشتوي القادم. وبحسب تقارير مغربية فإن نادي التعاون السعودي عرض على الوداد شراء عقد جمال حركاس بقيمة 1.5 مليون دولار. وأضافت ذات المصادر أن مسؤولي النادي السعودي تواصلوا بشكل رسمي مع مسؤولي الوداد للاستفسار عن مدى انفتاحهم على بيع جمال حركاس. وأشارت ذات المصادر إلى أن المدرب رولاني موكوينا رفض السماح برحيل جمال حركاس خصوصا في فترة الميركاتو الشتوي. كما أوضحت ذات المصادر أن اللاعب بدوره لم يتخذ القرار النهائي بشأن الرحيل، مفضلا التريث لغاية نهاية الموسم للحسم في وجهته المستقبلية.